سوبكنيفرو كانت من المصريين القدماء، حكمت بصفتها فرعون بعد وفاة أخيها أمنمحات الرابع. هي آخر ملوك الأسرة الاثنتا عشر، وحكمت مصر قرابة 4 سنوات من 1802 حتى 1806 قبل الميلاد. معنى اسمها هو جمال سوبك. تدل الأحوال على أن أمنمحات الرابع قد توفي دون أن يترك له خلفا من الذكور، والظاهر أن الأميرة سوبكنيفرو كانت الوارثة الوحيدة للملك، فتوجها أشراف البلاد ملكة عليهم. وقد ذكر لنا مانيتون إنها أخت أمنمحات الرابع، وعلى ذلك تكون بنت أمنمحات الثالث.